عشان تمرن السمانة صح يبقى لازم الأول نفهم هي بتتكون من إيه. طب السؤال المهم هنا، نتمرنها واحنا واقفين ولا قاعدين؟ ايه الافضل؟ ناس كتير فاكرة إن السمانة عضلة واحدة، بس لأ، هي في الأساس عضلتين مهمين. واحدة اسمها جاستروكنيميوس ودي العضلة الكبيرة اللي بنشوفها، والتانية هي السوليوس اللي تحتها. أهم فرق بينهم واللي بيغير كل حاجة إن الجاستروكنيميوس بتعدي على الركبة، أما السوليوس لأ. طيب وظيفتهم إيه بقى؟ العضلتين دول بيعملوا إيه مع بعض؟ بيعملوا حركة أساسية اسمها البلانتر فليكشن أو الانثناء الأخمصي. ببساطة كأنك بتدوس على دواسة البنزين، هي دي الحركة. تمام، نرجع بقى لسؤالنا، إزاي ده هيأثر على تمريننا؟ واقف ولا قاعد؟ في تمرين الرفرفة وإحنا واقفين الركبة طبعا بتكون مفرودة، وده بيخلي عضلة الجاستروكنيميوس مشدودة على الآخر فبيكون عليها حمل أكبر. أما السوليوس فمش فارق معاها وضع الركبة أصلا لأنها مش بتعدي عليها. عشان كده تمرين الرفرفة واقفا فعال جدا وبيشغل العضلة كلها. طيب لو ما عندناش وقت غير لتمرين واحد بس نختار إيه؟ الإجابة واضحة، الرفرفة واقفا ده أحسن اختيار. طب ليه؟ ببساطة لأنه بيشغل العضلتين مع بعض في نفس الوقت، والأهم إنه بيشتغل على العضلة الكبيرة اللي بتدي السمانة شكلها المعروف ده. يعني الخلاصة واضحة، بس ده يخلينا نسأل، هل تمرين واحد بس كفاية للضخامة؟